السلام عليكم. في ظل القرارات ديال الفيفا ضد الكرة الجزائرية، أراد النظام الجزائري أن يستغل الرأي العام العربي والرأي العام الجزائري من أجل إلهاء الشعب الجزائري ومن أجل إلهاء الجزائريين الغارقين في الطوابير والغارقين في قلة المواد الأولية والأساسية. قال بأن الاتحادية الجزائرية الفاف تستقبل مباريات المنتخب الفلسطيني. بالله عليكم، هل اليوم المنتخب الفلسطيني محتاج لمن يستضيفه؟ أولا، مباراة المنتخب الفلسطيني ضد أستراليا مباراة تهم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعني خصها دول ديال آسيا، يعني خلينا الأردن وخلينا عمان وخلينا قطر وخلينا السعودية وخلينا الإمارات وخلينا العراق والبحرين والكويت، وتجي الجزائر باش تقول لهم أنا غنستضيف المباريات ديال المنتخب الفلسطيني لكرة قدم. بالله عليكم، واش ماشي الضحك على الدقون هذا؟ أليس هذا هو الضحك على الدقون بالنسبة للجزائريين؟ أليس هذا استحمار للشعب الجزائري والضحك على الشعب الجزائري؟ بغيتكم تجاوبوني. هذا هشام خضر اللي معكم. المغرب أولا ولا غالب على الله، وعاش المغرب ولا عاش من خان. يعلم الله كم أحبك يا وطني، اسمع، ويعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. في نظركم أنتم أو أنتن أيها المغاربة أينما كنتم، أيها العرب أينما كنتم، أيها الجزائريين، أليس هذا ضحك على الدقون من طرف النظام الجزائري بالنسبة للرأي العام العربي اليوم؟ أن النظام يتبجج ويفتخر باستضافته لمباريات كرة القدم بالنسبة للمنتخب الفلسطيني. هل المنتخب الفلسطيني اليوم يحتاج لمن يحتضنه؟ المنتخب الفلسطيني اليوم يمارس كرة القدم داخل الاتحاد الآسيوي، يعني استضافته تكون في بلدان تابعة لآسيا. الفيفا قالت بأنه لا يمكن أن تستضيف الجزائر هذه المباراة، والاتحاد الآسيوي قال أنه لا يمكن أن تلعب مباريات المنتخب الفلسطيني خارج الجزائر. ما غنجيوش نقول لكم احنا بأن المغرب يستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني عوض الجزائر. المغرب يستضيف مباريات فلسطين عوض الجزائر. إذا قلنا لكم فنحن نضحك عليكم ونضحك على الجميع، لا نريد أن نسقط سقطة النظام الجزائري، سقطة الكبرنة والعصابة والحكام في الجزائر، وهم لإلهاء فقط الجزائر. الفيديو القادم إن شاء الله سأوريكم كيف أن الجزائريين مصطفين من أجل التسجيل في دفاتر من أجل الاستفادة أو الذهاب إلى هذا الذي ستكتشفون معنا في الفيديو القادم. إذا نحن اليوم نفضح ونعري أكاذيب العصابة والحكام الجزائر، لا أقل ولا أكثر. نحن نعري أكاذيب النظام الجزائري الذي يضحك على شعبه، الشعب الجزائري المغلوب على أمره. هذا الذي كنا نود أن نناقشه في خلال هذا الفيديو. إذا وصلتكم الفكرة فقد انتهيت واكتفيت. حتى لا أطيل الكلام، أعانكم الله، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.